تعرف ان عندنا في مصر في بئر لمياه زمزم؟ الجامع ده فيه بير الميه بتاعته من مياه زمزم، لغايه النهارده الناس بتروح تشرب منه. انا في جامع السلطان الحنفي، ده موجود في دهاليز شوارع السيده زينب في القاهره، وبنى الجامع ده الشيخ شمس الدين الحنفي سنه 817 هجري. ولما تدخل الجامع هتلاقي في ضريح للسلطان الحنفي وزوج بنت. والسلطان الحنفي ما كانش سلطان ولا كان من رجال السياسه اصلا، ولكنه كان من كبار رجال التصوف وكبار رجال الدين في عصره، ولانه كان لا يخشى الامراء ولا السلاطين، بالعكس دول كانوا بيرسلوا له الهدايا وبياخدوا منه الفتاوى. علشان كده العامه قالوا عنه السلطان الحنفي، لان مفيش سلطان في الدوله اعلى منه. وبعيدا عن جمال الجامع وكم الروحانيات الموجوده فيه، ولكن لفت نظري حاجتين مهمين جدا جوه المسجد ده. اولها اسم عباس حلمي الثاني الموجود على المنبر، وخد بالك من علامه النجمه السداسيه اللي جنبه. الحاجه الثانيه اللي هناك هو البير، بير ميه تحت السجاد ده، في بير موجود بيطلع منه ميه جوفيه. كتير من العوام قالوا ان دي ميه من ميه زمزم، والمسؤولين لما لقوا ان الموضوع زاد عن الحد وان الناس فعلا بتروح تشرب من الميه ده قفلوا البير. بصراحه انا معرفش اي معلومات عن البير، ولا حتى عرفت اوصل لمعلومه صريحه الميه اللي بتيجي فيه منين او اصل البير منين، ولكن انا حكيت لك اللي بيتقال لي. بصراحه انا كل يوم بيتحكى لي قصص جديده لاماكن كتير بروح وبصورها، ومش شرط كل القصص اللي بيتقال لي شفهيا تكون صح او اكون انا حتى مؤمن بيها، انا بس بنقل لك صوره من صور بلدنا الجميله. لو لسه عايز تلف اكتر ما تنساش اللايك والشير والفولو.